بصوا انا مش هضحك عليكم، انا اول ما عرفت ان اوتو موبيليتي توكيل جيلي في مصر هيجمع طراز ايميجراند انا قلقت شويتين. برضو الطراز القديم كان ماشي وفيه منه عربيات مشيت 500 و600 الف كيلو، بس كان فيه شويه مشاكل كده، بالاضافه لفكره انها عربيه صيني وبتتجمع في مصر، ده برضو بيبقى شويه مقلق للناس. بس الحقيقه ان انا لما رحت المصنع وشفت خط التجميع بتاع العربيه دي وبعد كده اخدتها عشان اجربها تجربه كافيه، لقيت ان الموضوع بقى مختلف شكلا ومضمونا عن الاجيال اللي احنا عارفينها باسم ايميجراند قبل كده. فالنهارده احنا معانا الايميجراند الجديده المجمعه محليا موديل 25 اللي بتجمعها شركه اوتو موبيليتي توكيل جيلي في مصر، وهنفصص العربيه حته حته ونرد على كل تساؤلات حضراتكم اللي بخصوص العربيه دي. العربيه للعلم بتنزل بفئتين، لو عايز تعرف اسعارهم دلوقتي او في اي وقت انت بتتفرج فيه على الفيديو ادخل على اللينك بتاع موقع هتلاقي اللي انا هسيبه لحضرتك هنا. وكمان برضو لو عايز تعملها فيلم حمايه اصلي من مكان محترم ومضمون، فانا دايما برشح كاربروجيني، احنا واثقين في شغلهم ومتابعينهم بقالنا سنين، وهتلاقيهم جنب حضرتك في التجمع وفي زايد وفي المنصوره وفاتحين في الرياض وقريبا جدا في دبي ان شاء الله. التصميم العام للايميجراند الجديده تحس ان هو مبذول فيه مجهود وشكله انسيابي وشيك، وتحس ان العربيه خرجت من طابع او من عباءه العربيات الصينيه ومقتبسه كتير من التصميمات بتاعه العربيات الاوروبي. وطبعا ده ناتج عن الشراكه اللي بقت بين جيلي وفولفو. مقدمه العربيه هنلاحظ فيها الشبكه الضخمه اللي موجوده، مفيش فيها حساسات ركنه اماميه ولا فيها كاميرات 360، ولكن الشبكه بالاطار بتاع الكروم والخطوط اللي موجوده فيه وعلامه جيلي شكلها لطيف. هنا برضو ليب سبليتر، في برضو خط كده من الكروم، والجزء اللي موجود هنا حاليه من البلاستيك الاسود. وفوانيس العربيه بتيجي باضاءه LED متكامله في العالي وفي الواطي، وبتعمل انيميشنز وحركات لما بتقفل وبتفتح العربيه. والخطوط بتاعه الكبوت واضحه كده وبسيطه، وفي نفس الوقت مديه للعربيه شكل كويس وشكل جمالي. جنب العربيه باين فيه برضو طابع التصميم الاوروبي قوي، هنلاحظ ان في خط كده من الكروم واخد من اول الرفرف لحد السي بيلر والشباك اللي موجود فيه ورا، شكله لطيف مع الاسود اللي حوالين النوافذ البلاستيك اللي موجود هنا. التقفيل والفروقات بتاعه العربيه كلها ممتازه بصراحه، مفيش عليها اي ملحوظات بالنسبه لي، مع العلم ان العربيه دي اكتر عربيه تم عمل اختبارات عليها وماشيه 31,000 كيلو، واول عربيه تطلع من عند اوتو موبيليتي او اول عربيه تطلع من على خط الانتاج واتعرضت لكل الاختبارات الاسيف. الجنوط بتاعه الفئه العاليه بتيجي بمقاس 17 205 على 50، وجنوط الفئه الاولى بتيجي بطاسات 15 مع اوبشن ان انت تركب لها جنط 16 بس بيبقى مختلف عن الجنط التو تون اللي نازل هنا. العربيه بتيجي بدخول بصمه بدون مفتاح، وفيها مرايات ضم، وفيها فتحه سقف، وكمان فيها زجاج ملون خلفي. والعربيه مش صغيره، العربيه طولها 464 سم تقريبا، وقاعده العجلات بتاعتها 275 سم، وده اللي موفر رحابه كويسه جدا داخل المقصوره. ظهر العربيه برده تصميمه حلو ووقور، الميل بتاع خط الازاز لطيف جدا زي العربيات السيدان الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها. شكل الشنطه برده حلو، كلمه جيلي هتلاقيها موجوده هنا، وفي هنا ليد بار رابط ما بين الفانوسين، والاضاءه الخلفيه هنا LED برده بتعمل انيميشنز وحركات لما بتيجي تفتح وتقفل العربيه. وهنلاقي البراندنج بتاع كلمه ايميجراند موجوده هنا، وهنا اوتو موبيليتي الشركه المسؤوله عن تجميع العربيه دي في مصر. وفي حساسات ركن خلفيه مع الكاميرا اللي بتساعدك لما بترجع ورا وانت بتركن، الرؤيه او النقاء بتاعها يعتبر جيد جدا. كمان هنلاحظ ان الشبوره الخلفي موجود تحت هنا في الاكسدام، وفي عواكس وفي خط كده من الشكل اللي شبه الكروم ده. فاجمالا ظهر العربيه يعتبر حلو. تعالوا نبص على الشنطه. الشنطه عندك القدره ان انت تفتحها بزرار من جوه او بزرار هنا في الفئه الثانيه. الفئه الاولى مفيش فيها زرار لفتح الشنطه، وكمان عندك القدره في الفئه العاليه ان انت لو المفتاح في جيبك ووقفت ورا الشنطه 3 ثواني هي بتفتح لوحدها. هنلاقي ان مساحه الشنطه 500 لتر، مساحه التحميل بتاعتها تعتبر كويسه واسعه. تحت الشنطه هنلاقي فيه الاستبن الموفر للمساحه، وحواليه بعض الاماكن المحدوده للتخزين. مفيش برضو جيوب تحميل في الشنطه او جيوب تخزين في الاجناب بتاعتها، وكذلك مفيش اي منافذ طاقه ولا 12 فولت ولا خلافه. والكنبه اللي ورا بتنزل بمقدار التلت والتلتين وبتكبر من المساحه، وبرضو تعتبر فتحه التحميل اللي بين الكنبه والشنطه واسعه. الابواب الخلفيه زاويه الفتح بتاعها تعتبر كويسه، تقدر تدخل اي كرسي اطفال تثبته في نقاط الايزوفيكس اللي موجوده في الكنبه الخلفيه. الخامات بتاعها طبعا بلاستيك، احنا بنتكلم في عربيه من فئه اقتصاديه، وكده كده الابواب اللي ورا بتبقى دايما اقل في الخامات من قدام. ولكن هنلاقي فيها برضو خامات حلوه موجوده في الجنب هنا، الجلد اللي موجود مع الجزء اللي بتسند عليه كوعك، والتطريز بقى او الالوان اللي في فرش العربيه اللي هو كده درجات من درجات الرمادي والازرق. كمان الجيوب بتاعه التخزين اللي في الابواب تعتبر حجمها كويس جدا. العربيه برضو فيها جيوب تخزين في ظهر المقاعد الاماميه، فيها فتحات تكييف لركاب القسم الخلفي مع منفذ USB Type A. الكنبه
الكنبه الخلفيه بتوفر مستوى راحه عالي، التنجيد بتاعها حلو قوي، وفيها بروز كده من هنا عشان خاطر دعم للفقرات القطنيه. بالنسبه لمساحات الركب انا مرجع الكرسي ورا شويه ومنزله لتحت، رغم كده في مساحه ركب معقوله، ولو فتحت رجلي شويه هعرف اقعد، او لو ضميت رجلي هم عاملين لك تجويف تعرف تقعد كويس برضو. بالنسبه لمساحات الاقدام تعتبر برضو مميزه، وتقدر تحط رجلك تحت الكرسي اللي قدامك. وبالنسبه لمساحات الرؤوس تعتبر معقوله. احد اصدقائي يعني طوله فوق ال 185 كان قاعد ورايا وكان قاعد كويس في العربيه. المقعد الوسطي التنجيد برضو بتاعه مريح، والقعده بتاعته مريحه، والظهر بتاعه مريح. مساحات الرؤوس فيه كويسه جدا. مساحات الركب للي قاعد في النص برضو تعتبر كويسه هي ومساحات الاقدام، لان الارضيه بتاعت العربيه شبه مسطحه بالكامل، فدي برضو حاجه مريحه. والكونسول واخد تجويف كده فموسع لك حته تعرف تقعد بيها كويس. الكراسي الاماميه بتاعت العربيه بتيجي بتصميم رياضي حلو، وفيها تطريز كده باللون الازرق مع التشبيحات والاخرام اللي موجوده فيها، مديها شكل جمالي. كمان هي بتوفر راحه جلوس معقوله جدا. كرسي السواق في الفئه العاليه بيجي كهرباء بدون ميموري، وبتتحكم فيه في كل الاتجاهات. كرسي الراكب الامامي تحكم يدوي، وللاسف زي عربيات كتير صيني ما بتقدرش ان انت تتحكم في الارتفاع بتاعه، فاللي بيبقى قاعد عالي. الخامات بتاعت الابواب الاماميه تعتبر معظمها جيده ومواد لينه. التصميم بتاعها حلو، المقبض بتاع فتح الباب شكله كويس، كمان الجزء اللي بتسند عليه ايدك والجزء اللي جنب كوعك معمولين برضو من جلد، ونفس الباترن اللطيف ده متناسق مع الباترن اللي موجود في سماعات النظام الصوتي. بتنزل 6 سماعات الفئه العاليه، الفئه الاولى بتنزل سماعتين بس، ويعتبر نظام صوتي معقول جدا. جيوب التخزين الموجودين في الابواب الاماميه مساحات تخزين مهوله موجوده فيها، ولكن مش مبطنه، فلو حاطط حاجه ناشفه ممكن تعمل اصوات. التابلو برضو التصميم بتاعه بسيط وانسيابي جدا، مفيش فيه اي حركات. مواد لينه في القسم العلوي منه، وفي القسم اللي موجود هنا جلد برضو متناسق مع نفس الوان الفرش بتاعه العربيه. فتحات التكييف واخده الشكل كانها ممتده من اول التابلو لاخره، بس هي الفتحات الحقيقيه في الاماكن الطبيعيه بتاعتها. وكمان الدركسيون بتاع العربيه الشكل بتاعه حلو، المسكه بتاعته حلوه، ما هواش متعب، ما بيوجعكش، يعتبر طري شويه، والماده الشبيهه بالجلد اللي معمول منها كويسه. وموجود فيه تطريز برضو لاضفاء طابع رياضي عليه، وهو الحجم بتاعه مناسب جدا. بينزل في الفئه العاليه تلسكوبيك، الفئه الاولانيه بيبقى تحكم فوق وتحت بس، وهو متعدد الوظائف. الجزء الشمال للتحكم في مثبت السرعه، وموجود فيه زرار للاوامر الصوتيه، ولكن هو مش شغال في العربيه، ممكن يكون بيشتغل مع جوجل اسيستنت، ما جربتوش. والجزء اليمين للتحكم في الميديا والتليفون. ولكن بقى العربيه فيها شويه حركات، ان انت لو عايز تتحكم في الشاشه اللي قدامك او في التابلو، بيبقى يا اما عن طريق زرار مكتوب عليه تريب في الدراع بتاع الاشاره، او زرار هنا عليه زي شاشتين تدوس على الزرار ده عشان تتحكم من الناحيه الثانيه في الدركسيون، وتبدا بقى تشوف الايكونز اللي بتتحرك قدامك على الشاشه. فبصراحه نظام كان بالنسبه لي معقد شويه، ويعتبر مش يوزر فريندلي قوي. لوحه العدادات اللي بتيجي في العربيه ديجيتال بالكامل 12.3 بوصه، يعتبر النقاء والسطوع بتاعها معقولين جدا. بتعرض لك في النص البيانات بتاعه نظام مراقبه ضغط الهواء في الاطارات، كمان معدل الاستهلاك الوسطي، والعداد بتاع العربيه، والساعه، ودرجه الحراره الخارجيه، والسرعه، والار بي ام. وبعدين نيجي للشاشه الرئيسيه بتاعه النظام المعلوماتي والترفيهي 12.3 بوصه برضو. الجرافيكس اللي فيها تعتبر معقوله. العربيه فيها ابل كار بلاي، والاندرويد اوتو بقى بيشتغل عن طريق ابلكيشن كده صيني بتضطر تنزلها على تليفونك، فبتعمل فون ميرورنج، ما بتعملش اندرويد اوتو بالمعنى المفهوم. استخدامها مش اسهل حاجه، ولكن برضو احنا بنقول احسن من ما فيش. لكن مشكلتي الرئيسيه مع الشاشه بقى او النظام ده ان فيها كل الوظائف تقريبا. انماط القياده بتغيرها منها، فصل الاي اس بي، لدرجه ان فتح وقفل او التحكم في فتحه السقف من الشاشه. ليه يا جماعه ليه؟ تعتبر الاستجابه بتاعتها معقوله، والسرعه بتاعتها يعني لاجي شويه، فيها شويه ديلي كده. واول ما هتعرف بقى الايكونز دي والوظائف اللي هي بتعملها زي ظبط الميديا وانوار العربيه والفتح والقفل وخلافه وكل الكلام ده كله، ايدك هتاخد عليها، وهيبقى استخدامها ساعتها بسيط وسهل. تحت الشاشه هنلاقي فيه شويه زراير بسيطه، الزرار بتاع تبطيل وتدوير العربيه والانتظار، وزراير للتحكم في التكييف، وكويس ان هم عملوا زراير شورت كاتس للتحكم في التكييف على طول. وان كانت بقى المنيو الكامله بتاعه التكييف بتطلع قدامك لتحكم ازيد، بس الحاجات السريعه زي ازاله البخار من على الزجاج الامامي والخلفي، والقفل بتاع الريسايكلينج بتاع الهواء جوه العربيه، والاوتو والتشغيل والفتح والقفل، كلهم موجودين بزراير خارجيه، ودي ميزه كويسه جدا. وبعدين الكونسول الوسطي صلابة البناء بتاعته محترمة قوي بصراحة. في هنا مكان للتخزين ممكن يتحط فيه التليفون بتاعك، موجود تحته منفذ USB 1 تايب A ومنفذ 12 فولت،
وفي هنا مكان تاني او تري تانية بيتحط برضو عليها حاجات، ولكن العربيه ما فيش فيها شاحن لاسلكي، وعامل لك زي حليه صغيره كده هنا لو عايز تعلق عليها شنط او تعلق عليها حاجه. وبعدين عصايه فتيس عاديه جدا من اللي وحشونا بتوع زمان دول، والفرامل اليد الكهرباء والاوتو هولد، 2 حاملات اكواب بحجم مختلف او حجم متفاوت، وعندك مساحه تخزين كبيره جدا موجوده هنا في العربيه، وعندك التابلو بتاع العربيه يعتبر برضو المساحه بتاعته كويسه، ولكن هو مش مبطن ومش مضاء. وبما اننا جبنا سيره الاضاءه، فبرضو من احد الحاجات اللي انا خدتها كملحوظات على العربيه ان بالليل مفيش اي حاجه منوره جوه العربيه، مفيش امبيانت لايت، زرار اللوك والانلوك بس اللي بيبقى منور. فبرضو انا كنت شايفها حاجه غريبه يعني انها تكون موجوده بعربيه بمستوى التجهيزات ده. وضعيه الجلوس ومساحات الرؤيه في الاميجراند الجديده يعتبروا مميزين للغايه. انت شايف كل الابعاد بتاعه العربيه بمنتهى السهوله، العربيه نفسها تصميمها خطوط مستقيمه مفيش فيها اي حركات. كمان المرايات بتوفر مدى رؤيه جيد جدا، الزجاج الخلفي بيوفر مدى رؤيه جيد جدا، وبتعرف تظبط الكرسي بجميع الوضعيات وكذلك الدركسيون، فالموضوع ده مفيش فيه اي مشكله. العربيه بتيجي بموتور تنفس طبيعي 4 سلندر 1500 سي سي بقوه 120 حصان، عزم دوران اقصى 152 نيوتن متر، والعربيه المفروض من 0 ل 100 في 12 ثانيه و6 من 10. وانا بصراحه مش شايف اي اهميه ان انا اعمل دراجي العربيه اقتصاديه زي دي. والسرعه القصوى مش معلنه في البروشور، بس هي العربيه جابت معايا 190، وهي دي كانت اقصى سرعه قدرت انها توصل لها في ظروف طبيعيه، فلات اوت، من غير ما يكون هواء مساعدك، من غير ما يكون فيه منزل، من غير ما يكون فيه اي حاجه. العربيه عموما مياله للجانب الاقتصادي، ما هياش مياله للجانب الرياضي، واستهلاك البنزين فيها ممكن يكون مميز جدا قياسا على نفس المنافسين اللي في الفئه دي. العربيه ممكن بسهوله توصل 6.5 7، ومع الضغط والجري اللي احنا بنعمله عملت 7.9 من 10. هو ده معدل الاستهلاك من ساعه ما انا خدت العربيه، وانا طبعا جريت بيها، كنت بجرب موضوع السرعه القصوى ده كذا مره، ولكن الافريج الطبيعي هتكون في حدود ال7 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر. وتحقيق التوفير بتاع الوقود والاقتصاديه عموما في الاداء ده كان الهدف من استخدام او اختيار الموتور اللي موجود في العربيه. العربيه فيها موتور من اقدم المواتير التي لا زالت بالخدمه، وكان معمول بتطوير من شركه ميتسوبيشي، وهو الموتور الشهير 4G15، ولكن طبعا هو مشهور بالاقتصاديه وبالاعتماديه المفرطه في نفس الوقت. فدي حاجه كويسه جدا وحاجه تخليك تطمن للعربيه اكتر. والطابع الهادي بتاع موتور العربيه دي باين جدا بقى في البرفورمانس او في السواقه بتاعتها، حتى لو حبيت تسوقها سواقه رياضيه. العربيه فيها 3 انماط قياده، نمط اقتصادي، نمط كومفورت او مريح، ده الديفولت بتاع العربيه، ونمط رياضي. اول ما بنجيب النمط الرياضي بيغير لك الالوان كده على الشاشه للون الاحمر، لكن ما عملش اي حاجه، ما علاش حتى الار بي ام، مفيش اي حاجه طبعا في العربيه متغيره. بالمره واحنا طالعين على الملف ده نشوف اداء جهاز التعليق. جهاز التعليق مستقر في الامام وتورشن بار في الخلف، ولكن المساعدين العيار بتاعهم على الجانب المريح، بيعمل باونس خفيف كده في العربيه، بس بيوفر راحه في كافه بقى ظروف القياده. كمان بوز العربيه ما بيفقدش التماسك ولا ظهرها زي ما انتم شايفين. انا طالع الملف بسرعه، ما فقدتش التماسك مطلقا. ولو العربيه اتحملت ركاب وشنط، اعتقد ان العيار او الريباوند بتاع جهاز التعليق مش هيبقى مرتاح، فممكن ساعتها تحس بازعاج في بدن العربيه او تحس بتعويمه كده في البدن نفسه، ولكن الاربع عجلات ما بيفقدوش التماسك مع الاسفلت. جهاز التوجيه بتاع العربيه في حد ذاته يعتبر كويس ودقيق، والعربيه بتروح زي ما انت عايز توديها. هي القصه كلها في ميل الجسم، شايفين في بادي رول بس مفيش اندر ستير، مفيش اوفر ستير. هي دي النقطه اللي بتكلم عليها. برضو لما تيجي تفرمل بالعربيه جامد بيحصل نوز دايف، بوز العربيه بينزل. ضغط الاطارات كنت فاكر ان هو ده مش مظبوط، هي مظبوطه على 34. دخلت حتى على الكتالوج بتاع العربيه لقيت ان هو ده الضغط الموصى به. احيانا لما بتبقى العربيه البريشر بتاع الكاوتشات اقل من الريكومندد بتعمل الباونس او الريباوند ده، ولكن واضح ان ده مشكله عيار المساعدين اللي مستخدمين فيها، ان هم محطوطين للراحه. يعني الناس بتقول لك احنا حاطين لك موتور اقتصادي جدا، حاطين لك نظام تعليق او جهاز تعليق مريح واميل للراحه جدا، فالعربيه مش بتاعه جري، العربيه بتاعه مشي هادي وكروزنج كده، هتلاقيها في اللطيف جدا. تعالوا نشوف هتعمل ايه مع مطب الهواء بتاعنا اللي احنا بنجرب فيه العربيات، عشان اوضح لكم بصوره اكبر قصه الريباوند او الباونس اللي بتحصل دي. احنا برضو داخلين الملف على 80 اهو، 85. هوبا شفت، هي نطت بس ما فقدتش التماسك، ولا ظهرها راح ولا وشها راح، وبتديني ثقه ان انا ازود في الملف في المطلع اهو، وان انا ممكن حتى ابقى ماشي اكتر من 90. انا بس مقلق من الرمل اللي قدام ده، لاقي اي خوازيق، لان احنا كل مره بمفاجاه جديده.
تعالوا كده نجرب التسارع من 80 واحنا على السبورت مود. It takes ages to kick down، ولازم الموتور بقى يعلى. دلوقتي الار بي ام كان على 5800، لما بينزل يبقى من 4800 او 4600، ويبدا يطلع تاني للخمسة وشويه عشان توصل للسرعات اللي احنا وصلنا لها. احنا يا دوب كنا جايبين ملمسين يعني في ال 135 140. لو جبناها على الكومفورت نشوف كده الاستجابه بتاعت علبه التروس على الكومفورت من سرعه 100 مثلا. على الهادي يا زبادي بقى خالص. بس هي العربيه لما بتمشي بيها وبتديها راحتها، الكومفورت زون بتاعتها من 120 ل 150 انت بتبقى ماشي مرتاح، حاسس العربيه ماشيه مريحاك، الموتور بتاعها مش مرهق ومفيش اي حاجه. خلونا كده نجرب الفرمله من سرعه 90 مثلا. هي فرمله الاي بي اس اشتغل، اضواء الخطوره او الهازارد لايتس اشتغلت، والفرمله كانت كويسه، وحسيت بالتوزيع بتاع الاي بي دي بيشتغل يعني على الاربع عجلات. فانت ما تتضايقش قوي من قصه التسارع والكلام ده، لان هم ما كدبوش عليك وقالوا لك احنا عاملين لك عربيه سبورت. احنا عاملين لك عربيه اقتصاديه عائليه تشغل تكييفك وتمشي فيها براحتك، وما تحط لهاش اكسبكتيشنز اعلى من اللي هي محطوطه لها. لا، فكر فيها في الناحية التانية العائلية الطبيعية تماما، اللي بيفكر فيها بيني وبينك أكتر من 80% أو 85% من اللي بيركبوا عربيات في مصر. العزل الصوتي بتاع العربية أصنفه على إنه جيد جدا قياسا على الفئة بتاعتها، سواء الفئة السعرية أو العربيات المنافسة ليها في السوق المصري. العربية بتوفر هدوء جيد جدا وانت ماشي، بتوفر هدوء داخل المدينة، حتى على السرعات بتبتدي تسمع صوت الهواء بعد ال 120 130. وكذلك العزل الأرضي يعتبر جيد هو كمان، ولو ماشي على أسفلت ناعم انت فعلا ما بتسمعش اي صوت جاي من تحت. مواصفات السلامه والامان اللي تيجي في الاميجراند الجديده برضو نقدر نعتبرها احدى نقاط القوه الواضحه للعربيه. اعيب بس عليها ان الفئه الاولى بتنزل ب2 اير باجز بس، والفئه اللي معانا بتنزل ب6، ولكن العربيتين بينزل فيهم اي اس بي بتطوير من شركه بوش، بينزل فيهم منع انغلاق المكابح اي بي اس، بينزل فيهم توزيع الكتروني لقوه الكبح، بينزل فيهم مساعد على الفرمله بريك اسيست، وكمان بينزل نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وبيبين لك درجة الحرارة بتاعة الإطارات، بالإضافة للإضاءة ال LED المتكاملة وحساس النور. طيب خلينا بقى نقيم الأميجراند الجديدة التقييم النهائي. العربية حاليا بتقدم في السوق المصري بفئتين، 850,000 للفئة الأولى، 970,000 للفئة الثانية، ودي الأسعار يوم تصوير الفيديو اللي مكتوب قدام حضراتكم. العربية دي بتقدم تجربة قيادة جيدة جدا، هادية، ريفايند، فيها طابع اوروبي كده في الراحه والرساوه، وفيها كمان احساس عام بصلابه البناء، وان الشاسيه ومنصه البناء بتوعها اتبذل فيهم مجهود. التماسك والتوجيه بتوع العربيه برضو مميزين جدا من وجهه نظري. العزل الصوتي جيد جدا مقارنه بالمنافسين. كمان العربيه بتيجي بموتور وفتيس مشهورين بالاعتماديه بتاعتهم. عندك مساحات داخليه مميزه، الشنطه بتاعت العربيه كبيره، التكييف بتاع العربيه حلو، بياخد له بتاع دقيقتين 3 كده على ما بيقوم الدنيا، بس هو حاطط لك في مفتاح العربيه القدره ان انت بتدور العربيه عن بعد، فممكن تدورها قبل ما تنزل الدقيقتين 3 دول، فتنزل تلاقي العربيه بارده. ومستوى الكماليات اللي بيتقدم في العربيه يعتبر جيد، ومواصفات الامان اللي بتتقدم فيها تعتبر جيده جدا. متفق معاك ان في بعض المنافسين النهارده بيقدموا شويه دلع زياده، وكاميرات 360 وحركات وكراسي تسخين وتبريد، ولكن احنا بنتكلم في الاساس بتاع العربيه، الحاجه اللي المفترض انها اولويه عند 90% من الناس، وهي قدره العربيه انك لما تستخدمها كل يوم لعدد سنين كبير تفضل العربيه ماشيه بنفس حالتها وبنفس وضعها. ولو هتكلم في عيوب من وجهه نظري، فهي ان الفئه الاولى نازله 2 اير باج زي ما قلنا، وشاشه اقل ومن غير كاميرا، وبتصاته ب 850,000 جنيه. انما الفئه الثانيه دي وبمنتهى الصراحه انا شايف انها مناسبه جدا على سعرها، رغم وجود التخفيضات اللي بتتعمل دلوقتي. والله اتعمل تخفيض خير وبركه، بس هي حتى على وضعها دلوقتي ما تعتبرش وحشه، على حسب انت برضو بتقارنها بمين. انت شايفها نازله تقارن الحاجات اللي اقل اللي ب 630 وب 750، ولا نازله تنافس المنافس الرئيسي او البنش مارك بتاعت الفئه دي اللي اغلى منها في حدود ال 200,000 جنيه. انا بعد ما خدت العربيه دي كذا يوم وجربتها، عرفت ليه اوتوموبيليتي توكيل جيلي قرر ان هو ياخد الخطوه بتجميعها، لانها رهان ناجح من وجهه نظري. وبمجرد انتظام الانتاج والمرحله الاولى دي تعدي، العربيه دي هتبدا تنتشر وتاخد مكانها اللي تستحقه في السوق، وتاخد الحصه السوقيه بتاعتها. ولكن مش هننكر ان احنا عندنا نقطتين هم لا زال التفوق فيهم وبفرق واضح لصالح المنافس، وهي الانتشار وحجم مراكز الخدمة وعددها وتغطيتها لجميع أنحاء الجمهورية. لا زالت اوتوموبيليتي حتى الآن
عندهم مركز خدمه واحد ومركز صيانه واحد اللي موجود في القطاميه في القاهره. ولكن طبعا الخطه موجوده للتوسع والاستثمارات كمان موجوده ان يتعمل مراكز خدمه جديده تانية سواء داخل اقليم القاهره الكبرى او حتى خارج القاهره لخدمه باقي انحاء الجمهوريه. احنا برضو لازم نلتمس لهم العذر ان الشركه دي ما بقالهاش سنه ونص في السوق المصري وقدرت انها تبدا تجميع وتعمل اللي بتعمله ده. من النقاط اللي لازم تطمنك برضو ان العربيه بتيجي بضمان 6 سنوات او 200 الف كيلو، وان العربيه طالما بتتجمع فكل قطع غيارها موجوده، وقطع غيارها على فكره كلها في المتناول واسعارها تعتبر مناسبه جدا. في الختام، ايميجراند الجديده المجمعه محليا كانت بالنسبه لي تجربه ايجابيه جدا. عربيه محترمه ومهندمه كده وتحسها بتقول لك انا سيجمنت اعلى شويه من اللي في دماغك، اديني فرصتي، وانا شايف انها تستحق الفرصه دي. لو في حاجه احنا ما قلناهاش في الريفيو بتاع الايميجراند الجديده وعايز تعرفها اكتبها لي في التعليقات. لو عايز تتابع كل اخبار السيارات سواء عالميا او محليا تابع الموقع بتاعنا، هكتبه لحضرتك هنا على الشاشه. اعمل لنا برضو فولو على السوشيال ميديا بتاعتنا، ده الهاندل الموحد بتاعها. طبعا لازم تشترك في قناه اليوتيوب. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله.